السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من أهلاوي للأبد. منتخب مصر إن شاء الله بكرة الساعة 10 عنده ماتش مهم جدا مع الكاب فيردي الراس الأخضر. ماتش فيه كلام كتير جدا جدا. أتمنى إن فيتوريا يكون فايق، مدرب صلاح، قصدي مدرب منتخب مصر، أنا آسف، بس هو في الواقع المنتخب ده منتخب صلاح. بانت قوي، بانت جدا. النهارده طبعا صلاح اعلن سفره رسميا لليفربول عشان يكمل علاج هناك، عشان العلاج مش عاجبه بتاع منتخب مصر. فعلا والله حاجه يعني وصمه عار، وصمه عار في تاريخ المنتخب المصري. ان لعيب المفروض ان هو نجم عالمي، المفروض ان هو كابتن منتخب مصر، المفروض ان هو يكون قائد للفرقه، يسيبك ويمشي في نص الطريق. ده مش في نص الطريق، ده في اوله كمان. هو ما جاش البطوله دي اصلا. طب يا صلاح لما انت مش ناوي تيجي البطوله دي او مش عايز تيجي، وفريقك يعني مؤثر فيك جامد ليفربول، ما تجيش. هم بقى مدينك تعليمات هناك ما تشتركش في الملعب بجديه، العب كده على قد اللعب وخلاص. ما كنتش جيت يا عم. منتخب مصر مش هيقف عليك، لا عمره وقف على اسامي كبيره اكبر منك بكتير، ولا هيقف عليك انت. فمش فاهم بصراحه، انا مش فاهم. يعني انا من اكتر الداعمين لمحمد صلاح في مسيرته كلها، بس اللي عمله ده حاجه ما تتعملش بصراحه. يعني مش متخيل يبقى عندنا ماتش بكره، ماتش مصيري زي ده، والنهارده يعلنوا ان صلاح هوبا ركب الطياره ومسافر، وكان موجود النهارده في المؤتمر. ومين اللي نعرفها منين؟ ده بتتعرف من بره، يعني كلوب قالها في المؤتمر الصحفي بتاعه. واعضاء الاتحاد هنا ما شاء الله بلاليص، محدش قال حاجه ولا حد يعرف. يعني انا اراهن ان حد في اتحاد الكوره بتاعنا يعرف ان صلاح مسافر اصلا. ليه؟ لانه منتخب صلاح، ده مش منتخب مصر، ده منتخب محمد صلاح. يعني من الحاجات المستفزه جدا، صحفي بيسال الراجل، انت قاعد، بيسال فيتوريا، انت قاعد مع المنتخب حتى لو مصر ما خدتش كاس افريقيا؟ راح صلاح رد بالنيابه عنه، قال له قاعد ومكمل. انت مالك يا عم بترد ليه؟ انت مالك يا صلاح بترد ليه؟ ما تخليك في حالك يا عم. فده منتخب صلاح. احنا عايزين بقى نشوف المنتخب المصري. هو صلاح كده ايه، مع 60,000 سلامه راح، وان شاء الله ما يرجعش. يعني ان شاء الله باذن الله ما يرجعش. يعني انا لو من اتحاد الكوره المصري، صلاح ده يتشطب زي اللعيبه بالظبط اللي ما رضتش تيجي مع منتخبات بلادها، اللي انا قلت المفروض يتشطبوا من منتخباتهم. اللعيبه اللي ما رضتش تلبي ان ده بلدهم في كاس الافريقيه، المفروض صلاح يتعامل زيهم بالظبط. خيانه عظمى والله العظيم، بجد مش هزار. فمش فاهم يعني. محدش طلع من الاتحاد قال حاجه، محدش اعتذر، محدش قال حاجه. الناس كلها عندها حاله صدمه. انا بفتح القناه احمد حسن وهاني رمزي وكل الناس، كل الناس عندها صدمه مش طبيعيه. ازاي كابتن منتخب مصر والقائد بتاعه يسيبه ويمشي؟ المفروض الطبيعي تقعد يا باشا تكمل زي الالف لغايه اخر ماتش، وبعد كده تورينا عرض كتافك. طلعنا بقى من الدور اللي جاي ما وصلناش اصلا، طلعنا من دور 16 8، تقعد يا باشا. فهي كده تمثيليه، يعني التمثيليه بانت بتكمل. يعني انت لو عايز تاكد الكلام، لا ده انت بتاكده المره دي. يعني الناس اللي قالت دي تمثيليه وصلاح ما اتصابش اصلا بتاع، انا معاها طبعا من البدايه. يعني انا مع ابراهيم سعيد، قال له ده انا عملتها قبلك يا راجل، زي زكي رستم وفريد شوقي كده. قال له يا راجل ده انا عملتها، الله اكبر. قال لا ده انا عملتها قبلك. فابراهيم سعيد قالها له المره اللي فاتت، كانت باينه من وقعته ومن القومه ويلا بينا، ومفيش، ما استناش لا دكتور قال له انت مصاب ولا اي ابن لذينه. انا يا جدعان صلاح العالمي انا مصاب، يلا بره، انا طالع بره. فكمل بقى مع نفسك يا ابو صلاح، يعني كمل في انجلترا مع نفسك، وما تجيش منتخب مصر تاني. انا من الناس اللي بقول لك ما تجيش منتخب مصر تاني، مش هنبقى طايقينك ولا انا طايقين اشوفك. انت اصلا ما عملتش حاجه منتخب مصر. يعني هو نجم الجيل ده من الاخر كده، نجم الجيل اللي انتوا فيه ده تريزيجيه. اكتر اهداف مؤثره تريزيجيه، اكتر ضربه جزاء كنا محتاجينها في الدنيا جابها تريزيجيه، وانت اللي شطها. انت جايبينك تشوط ضربات جزاء بس؟ ما اظنش يعني. فان شاء الله منتخب مصر يلعب بكره ويكسب، لان منتخب مصر مش هيقف على لعيب ايا كان اسم اللعيب ده مين. اي حد هينزل مكانك بقى بكره، زيزو، مصطفى فتحي، اي حد يلعب في الناحيه دي، تريزيجيه، اي حد ان شاء الله هيأدي. وان شاء الله مصر بكره تفوز على الكاب فيردي، ونعدي المرحله دي ونوصل ان شاء الله. ويا رب يا رب ناخد البطوله دي من غيرك. يعني من ضمن الكلام المستفز برضو اللي قاله كلوب،
قال صلاح هيجي ويتلقى العلاج وكده، وهنشوف بقى لو مصر وصلت للمباراه النهائيه هنشوف بقى بمزاجنا بقى نبعته ولا ما نبعتوش. انا سوف نفكر في امره. عارفين انتوا الجمله دي؟ فمعنى كده ان انت صلاح مش بتاعنا، انت بتاع ليفربول. خلاص بقى خليك في ليفربول، خلي ليفربول تنفعك. فربنا يسهل ان شاء الله. بس الموضوع خنقه بصراحه. بكره في 4 ماتشات، في المجموعه بتاع كوت ديفوار هتلعب ماتشين، ومجموعه مصر ان شاء الله هتلعب ماتشين. كوت ديفوار المجموعه بتاعتها هتلعب الساعه 7، وبكره مصر المجموعه بتاعتها الماتشين الساعه 10. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. السلام عليكم.